خروج أندرو تيت من السجن. هذا كان العنوان اللي تصدر أغلب المجلات والمواقع الإخبارية. Good luck, Tristan. Good luck, Andrew. I love you, Andrew. اللي ما كيعرف شنو هي القصة ولا شنو وقع له، باختصار كاينين شي بنات اتهموا أندرو تيت ورفعوا عليه قضية بأنه كيتاجر بالنساء وأنه كيحتجز عنده البنات في المنزل ديالو، وهاد البنات في الأخير طلعوا غير كيكذبوا ومسيرين من جهات معينة باش يلفقوا التهمة لأندرو تيت. في هاد الفيديو غادي نحاول نبارطاجي معكم القصة من الأول حتى الآخر، واكيد كاين منكم اللي كيسول الا كان أندرو تيت بريء فعلا فعلاش ما تلقوش من النهار الاول. كلنا عارفين باللي أندرو تيت واحد الملاكم وواحد المؤثر كبير في الولايات المتحده الامريكيه. أندرو تيت واللي معروف عليه انه كيفضح اجنده خطيره وانه كيوعي الشباب وكيقول لهم باللي ما خصكمش تسمعوا لاي حاجه كيقولها الاعلام. فكروا مزيان قبل ما تشوفوا اي حاجه في الاخبار وتيقوها. Have you seen the movie? So in the movie The Matrix, we're in a computer-controlled reality, right? They've projected a false reality into people's minds to entertain them while their bodies are being exploited by the machines. And it's very similar here in the real world. You are inside of a reality which is false. It doesn't necessarily have to be computer-controlled, but it's certainly media-influenced. But who controls it? The people who are behind the media machine, the people who are in charge of the world, which are also behind the governments. And the point I'm making when I say The Matrix is they will tell you false versions of reality. They will tell you things that simply aren't true. والناس اللي كيعرفوا أندرو تيت مزيان غادي يعرفوا انه اكبر مناهض للنسويه، وبلا ما نهضروا على المواقف ديالو من المثليين والاشباه ديالهم، وكذلك الموقف ديالو من الاسلام واللي اعتنقوا مؤخرا ولا كيفتخر انه ولا مسلم اخيرا. I am now officially a Muslim. Watching that video, because this is the first time I've watched it from start to finish. I've seen little clips on Twitter. I watched it from start to finish, and now I have ended up a Muslim. I'm a Muslim, and I hope you men at home are Muslim too. I'm gonna find myself a nice Islamic-ass wife. I'm gonna build up a big pile of rocks in case she gets fresh. I'm gonna be prepared, so I ain't gonna mess around. As soon as I catch her cheating, there's gonna be no delays. Inshallah. Welcome to the new Muslim. الناس اللي الفوق الاجنده ما كتعجبهمش الهضره ديال هذا السيد. كيفاش هاد القينه باغي يخرج الناس من المصفوفه اللي هي بالمناسبه الماتريكس. واول حاجه داروها باش يسكتوا أندرو تيت هي انهم بناوه من كل شيء ونشروا عليه اخبار زائفه بانه كيتاجر بالبشر وانه كيستغل النساء في صنع محتوى اباحي وبزاف ديال الاخبار الكاذبه باش يسكتوا. كمثال ديال واحد المدرسه بريطانيه حضرات الطلاب ديالها وقالت انها غادي تحط عقوبات على اي واحد كيدافع على أندرو تيت، ودعمت هذا القرار ديالها بحجه ان أندرو كيغسل الادمغه ديال الشباب وكيخليهم يتخذوا قرارات اللي هي خاطئه في حياته. كمثال اخر بزاف ديال الجمعيات خرجوا في ندوات واجتماعات بهدف التشويه ديال الصوره ديالو قدام الشباب اليافع كيف ما جا في صحيفه ذا جارديان. المصيبه هي انهم ما قدروش يسكتوا، والسيد زادت الشهره ديالو وزادوا بزاف ديال الناس اللي كيسمعوا الهضره ديالو. كاينين شي ناس قلال تيقول الاعلام والصوره الوحشيه اللي كيروجوها على أندرو، ولكن مع المده بان ليهم باللي داكشي غاكدو وغاتهامات خاويه. الناس اللي الفوق من بعد ما فشلت معاهم الخطه الاولى دازوا الخطه الثانيه واللي هي السجن ديالو. وكيف ما كنا عارفين باللي أندرو يلا خرج من السجن من بعد ما لقاو عليه حتى شي دليل دامغ باش انهم يشدوه في السجن ويحكموا عليه بسنوات طويله. والقصه ديال السجن ديالو بكل اختصار هي ان طلعوا واحد 4 ديال البنات، 2 بريطانيات و2 رومانيات، كيتهموا أندرو تيت باللي ضحك عليهم وغسل لهم دماغهم بالفكره ديال انه غادي يتزوجهم، والمقابل انه كيخليهم يديروا بوتوت عريانين ويبينوا فيهم الجسم ديالهم. وباش نكونوا واقعيين أندرو قبل شي 9 سنين تقريبا كان عنده هذا البيزنس وهو اعترف بها براسو، ولكن هذا الشيء دازت عليه اعوام وأندرو بعد من داك المجال. طبعا هاد البنات طلعوا قالوا هاد الهضره بلا حتى شي دليل كيثبت الهضره ديالو. واخا ما كاين حتى شي دليل ضد أندرو، ولكن الشرطه الرومانيه اعتقلتهم من وسط المنزل ديالو وخلاتو عندها المده ديال 24 ساعه، وبهاد 24 ساعه خاصهم يجيبوا دلائل مبدئيه باش يخليوها عندهم 30 يوم باش يطلعوا دلائل اكثر. الشرطه الرومانيه دخلت على البيت ديالو وهي كتصور لحظه الاعتقال. غادي تقول لي عادي، القانون في الغرب كيسمح لهم بهادشي، متفق معك، ولكن اللي ماشي عادي هو انهم يبارطاجيو في الموقع ديالهم اللحظه ديال الاعتقال ديالو. والغريب في الامر هو في لحظه الاعتقال كانوا بزاف ديال القنوات الاخباريه مجموعين حدا المنزل ديال أندرو وكانوا حتى هما كيصوروا. ما جاكش هادشي غريب؟ بكل بساطه لانهم باغيين يشوهوا الصوره ديالو. وفي الاخر عزيزي المشاهد كما كنشوفوا كاملين أندرو تقدر انه يطلع من السجن من بعد ما قدروا يثبتوا عليه حتى شي دليل. من الاخر السيد دخل في حرب مع الاجنده الغربيه والاعلام والسلطه ديالها. الاجنده اللي الهدف ديالها انها تخلي الشعب مغيب على الواقع وتخليك واحد الانسان اللي عايش في واحد المسار مرسوم لك من نهار تزاديتي نكرشم، واحد المسار اللي نهار تخرج عليه غادي تلقى راسك يا اما مسجون يا اما مقتول. هادشي اللي كان عندي اليوم، تهلاو ونشوفكم فيديو جديد.